مرحبا بكم في قناة تجاربي. فيديو اليوم سيكون عن وصفة شوربة الذرة المعروفة بطعمها المميز وفوائدها العديدة. الكثير من المطاعم يقدم هذه الشوربة لأن طعمها مناسب لمعظم الوجبات، فاليوم سأشارككم بالسر هذه الوصفة السهلة للغاية. كل ما تحتاجونه هو لتر ونصف أو ما يعادل 6 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم حسب المتوفر، نصف كيلو ذرة حلوة، حبة بطاطس كبيرة مبشورة، عودان بصل أخضر، وإذا كنتم لا تحبون البصل يمكنكم استبداله بالبقدونة، فصان ثوم مفرومان. وقبل أن نبدأ بالطريقة من فضلكم ادعموا القناة بالخطوات التالية. ادعمونا بالاشتراك في قناة تجاربي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، ثم الضغط على زر الجرس حتى تصلكم بالتنبيهات فور نزول فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسوا اللايك. أولا سنضع المرق على النار، ثم نضيف الذرة ونتركهم لمدة 25 دقيقة تقريبا حتى يغلي المرق وتستوي الذرة. بعد ذلك نقوم بفصل الذرة عن المرق، نضيف الذرة للخلاط الكهربائي ونضع عليها كوب من المرق حتى تمتزج المكونات ويتكون لدينا مزيج الذرة بقوام ثقيل بعد الشيء. نعيد إضافة المرق إلى الطنجرة، ثم نضيف مزيج الذرة، نحرك، نضيف الثوم والبطاطس، ثم نحرك، نبهر الشوربة بما نرغب من الملح والفلفل الأسود، نحرك، ثم نترك الشوربة لمدة 20 دقيقة حتى النضوج، وأخيرا نضيف الذرة والبصل الأخضر، نحركهم ونتركهم 5 دقائق، ثم استمتعوا بطعم مميز ورائع لشوربة لذيذة ومفيدة للغاية. جربوها فهي تستحق التجربة 100%. يمكنكم مراجعة المقادير والطريقة بالكامل في صندوق الوصف في أسفل الفيديو. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة الظاهرة أمامكم. شكرا لمشاهدتكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة.